ازيكم يا شباب؟ فيديو جديد وفكره جديده، او الاحسن ان احنا نقول عليها فكرتين، لان هشرح لك ازاي عملت الانترو بتاع الفيديو اللي فات، والفكره التانية هعلمك ازاي تعمل ابل ماب انيميشن. طبعا انا اشرح لك كل ده من الصفر وبكل تفاصيلها، بس قبل ما نبدا حبيت اقول لك ان انا فتحت في القناه الانضمام للعضويه، وده ببساطه لو انت عاجبك محتوايا وحابب تدعمني انت ممكن تشترك، ومش هقول لك قد ايه انه هيفرق معايا في تطوير المحتوى. طبعا كفايه كده، مش هطول عليكم، تنسوش اللايك والاشتراك، ولو عندك حد عايز يستفاد من الفيديو يا ريت تبعتوله. ويلا بينا نخش على الشرح الفكره الاولى. طيب طبعا اول حاجه هنبدا نعمل نيو ونحط سوليد وندوس اوكي. بعد كده هنضيف له افكت اسمه فور كولر جريدينت، وبعد كده هنبدا نحط الالوان اللي احنا عايزينها. مثلا الاخضر هنخليه فوشيا بالشكل ده، والباقي نخليه مايل يا اما للابيض يا اما للرمادي. ممكن نحط هنا مثلا لون لبني كده. بعد كده نبدا نظبط اماكنهم بالشكل ده. بعد كده هنيجي عند ريكتانجل تول او ندوس حرف الكيو نرسم ريكتانجل بالشكل ده. هنيجي هنا عند الالاين وتسنتر مع الانكر بوينت بالشكل ده. بعد كده عايزين نخليها كرة تطلع كده تتقلب لشكل الكالندر. فاحنا في الاول طبعا هنيجي هنا عند ريكتانجل باس، ونيجي عند الراوندنس ونخليها بالشكل ده. تمام. ممكن طبعا نيجي عند البوزيشن، تدوس حرف البي وتدوس على الكي فريم هنا، تطلعها قدام وتنزلها لتحت بالشكل ده. بعد كده هتعلم عليهم وتروح عند البلجن اللي هو باونس وتدوس على باونس، هيطلع معاك بالشكل ده. طبعا احنا ممكن نقرب الكيف من بعضه عشان يطلع احسن. وبعد كده هنيجي هنا عند السيرش تكتب سايز، وعايزك تصغره بالشكل ده وتعمل كي فريم بحيث لما يجي زي ما قلنا يطلع، واول ما ينزل يكبر. نروح كده بره بالشكل ده. وطبعا ممكن هنا نيجي عند الراوندنس نعمل له برضو كي فريم، تدوس حرف اليو عشان تبينهم كلهم، تحط الكي فريم الاولانيه هنا، تروح عند التانية تخليها بالشكل ده. تمام. دلوقتي اول ما تطلع معاك كده. فاحنا ممكن نيجي عند السايز برضو ونروح عند البلوجن برضو تخليها سيلكتد وتدوس على باونس تقربهم من بعض. طيب احنا ممكن هنا بقى ايه، نكتب في السيرش فيل، ندوس على الفيل وتدوس على الكي فريم، تخلي الكي فريم الاولانيه هنا. بعد كده هنخلي لونها اللون الابيض بالشكل ده. بعد كده هنضيف الشيب ده افكت اسمه دروب شادو، بتعلي بالشكل ده وتعلي السوفتنس حاجه بسيطه كده. كويس قوي. هنيجي هنا عند الريكتانجل تول تاني او ندوس حرف الكيو ونعلم بالشكل ده. طبعا ما ننساش نسمي اول واحده مين شيب. ممكن نغير لونها نلاقي لون تاني عشان نقدر نفرق. طبعا السنتر انكر بوينت بتاعها ونخلي لونها لبني بالشكل ده. اعتقد كده كويس. تدوس اوكي. وبعد كده هتيجي عند التراك ميت وتخليها على المين شيب، هتلاقي ان المين شيب اختفت، تظهرها تاني. وهتيجي هنا عند البوزيشن تعمل كي فريم توديها هناك وتطلعها لفوق بالشكل ده. طبعا ممكن نطلعها فوق اكتر من كده. تمام قوي. بعد كده هتعلم عليها وتدوس على نفس البلجن. بعد كده هتيجي عند التكست او تدوس كنترول تي وهنكتب هنا جول كله كابيتال. تعلم عليهم كلهم، تخلي الفيل لونه ابيض وتدوس اوكي. بعد كده هتيجي عند الفونت، ده اسم الفونت SF برو، وتخليه ريجولار. بعد كده تعلم عليه سنتر انكر بوينت، تصغره لحد ما يليق على مكانه بالشكل ده. بعد كده هتيجي تعمل دوبليكيت وتنزله تحت، بس المرة دي هتخلي لونه رمادي او مايل لاسود شوية وتدوس اوكي. وهتكتب 10، تعلم عليه، تكبر الفونت شوية وتسنتره. وبعد كده هنخش على المرحلة اللي بعدها، وان هي هنعرف السايز بتاعه. هتعلم عليهم هما الاتنين مع بعض، دوس على ستوب واتش تخليها قدام وتخليهم صفر، وتعلم عليهم وتدوس على بلجن تاني. طبعا انت ممكن تعلم عليهم برضو هما الاتنين وتخلي برضو تراك ميت على المين شيب بحيث ان هي الكلمه بتاعت جول ما تطلعش بره. وطبعا انت ممكن تسبق واحده عن التانيه، ممكن نسبق رقم 10 دي شويه. بعد كده نخش على الانيميشن اللي بعده. المفروض دلوقتي الشيب ده هينزل كله لتحت، فانت ممكن تعدله. طبعا تخش على السايز تتاكد ان هو هيبقى مظبوط. طبعا انت ممكن تشيل اللينك بره بالشكل ده شامله كله، وطبعا هتعدله من مكانه الاساسي بالشكل ده. طبعا انت ممكن تضيف له كمان كي فريم على الاوباسيتي تخليها هناك، تخليها صفر. تمام. بعد كده هنيجي عند الشيب نعمل له كي فريم تانية، نطلع قدام شويه وننزله لتحت. وطبعا هتعلم عليهم تدوس F9 عشان تعمل لهم ايز وتعلم عليهم وترجعوا لورا بالشكل ده. بعد كده عشان نقدر نحركهم كلهم مع بعض لازم طبعا تعلم عليهم كلهم وتعمل لهم لينك على المين شيب. بعد كده هنفتح البوزيشن، تعمل هنا كي فريم وتطلع قدام شويه وتنزلها لتحت حاجه بسيطه، وناخد الكي فريم الاولانيه كوبي ونرجعها لقدام هنا تاني. طبعا ممكن نعلم عليهم كده كلهم وتدوس الت وتسحبها كده لقدام. تعلم تاني على المين شيب وتفتح الروتيشن شيفت وار
تعمل كي فريم على الروتيشن، تطلع لقدام وتخليها تميل بزاويه شويه، تاخد الكي فريم الاولانيه برضو كوبي وترجعها لقدام كده. بعد كده هتعلم عليهم تدوس F9 عشان تعملهم ايزي ويبقى طبعا ده شكلها. وانت طبعا انت ممكن تبدا تعدل فيها شويه، مثلا ننزلها اكتر، نبدا نعمل روتيشن كده اكتر بالشكل ده، وديت النتيجه بتاعتها. دلوقتي نكمل في بقيه الانيميشن. طبعا اول ما تنزل بالشكل ده الكلمتين اللي هي جول و10 هيصغروا ويطلع مكانها رقم تاني 10 بس لونها ابيض. فانت هتيجي هتعلم عليهم هما الاتنين وتدوس على كي فريم وتطلع لقدام وتخليهم صفر، تعلم عليهم هما الاتنين وتخليها ايز بالشكل ده. وبعد كده هتعمل دوبليكيت للتكست، بس انت طبعا هتشيل الكي فريم دي تطلعها قدام بالشكل ده وتطلعها فوق وتغير لونها للابيض. وطبعا ممكن تبدأ تظبطها وتغير حجمها. بعد كده نكمل. طبعا ده الشكل اللي احنا وصلنا له، ودلوقتي المفروض المين شيب يتغير لونه ويبدأ يمتد كده يمين وشمال. طبعا اول حاجة هنعملها هنيجي هنا عند المين شيب ونيجي عند الكالر ونبدأ نغير لونها، مثلا بداية من هنا تعمل هنا كي فريم تطلع قدام شوية وتغير لونها تخليها رمادي وتدوس اوكي. بعد كده هتيجي هنا عند السايز تشيل اللينك، تبدا هنا تعمل كي فريم وتطلع قدام شويه وتبدا تكبرها بالمنظر ده. طبعا في اللحظه اللي هتكبر فيها عندك الشيب التاني هتعلم عليه وهتيجي هنا تكتب السايز، تعمل هنا كي فريم وتعمل راوندنس كي فريم. طبعا اول ما يكبر بالشكل ده تبدا تصغرها على مقاس الكلمه، وطبعا هتعمل كي فريم على البوزيشن بحيث ان تبقى عليها بالظبط. تعلم على الكي فريم بتاعت السايز وتدوس على البلوجن. بعد كده نخش على الخطوه اللي بعدها ان احنا هنبدا نحط الارقام قبلها وبعدها. طبعا انت هتبدا تعمل دوبليكيت لاول كلمه، بس انت هتشيل الميت وهتشيل اللينك، وعلشان تميزهم كلهم عن بعض هتعلم على التكست دول بلون تاني. مثلا انا هختار جرين ونبدا نشتغل بالتكستات دي. طبعا ما تنساش ان انت تشيل الكي فريم من هنا. بعد كده هنبدا نكتب ونرقم. وبعد كده هتلاقي نفسك اللي انت مش قادر تكمل. طيب في هنا تركية مهمة لازم نعملها. طبعا رقم 10 هنا كانت مربوطة بالمين شيب، فاحنا مضطرين نعمل لها نسخة تانية بس مش مربوطة بيهم. فاحنا ببساطة هندوس على كنترول شيفت دي وهنطلعها هنا ما بين 9 و 11، نهاية تسميتها نسميها 10 نفس اللون بتاعهم، وهنشيل اللينك. وبرضه تتأكد ان انت شايل هنا الكي فريم، وتأكد برضه ان انت شايل التراك ميت من عليه. وكده دلوقتي احنا شغالين صح. طيب هتيجي هنا تشوف هتلاقي ان انت مش قادر تكمل الارقام اللي بعدها. فاحنا ببساطه هنيجي هنا ندوس على نيو ونختار نول اوبجكت وهنسميها موفمنت ونغير لونها، طبعا نخليها حاجه مختلفه ونعلم عليهم كلهم ونعمل لها لينك للموفمنت. دلوقتي لما تيجي تفتح البوزيشن هتقدر تحركها براحتك. فطبعا نبدا نتحرك ونكملها لحد ما نوصل مثلا ل 21، وكده انت تكون ظبطتهم وتبدا تشتغل عليهم دلوقتي. طبعا هنعلم على التكستات دي كلها، تفتح السكيل تدوس حرف الاس وتعمل كي فريم من اول هنا تطلعها قدام شويه، بعد كده تخليها صفر ويطلعوا معاك بالشكل ده. طبعا انت ممكن تسبق واحده عن التانية عشان يطلع شكلهم احسن ويطلعوا معاك بالشكل ده. طبعا هتيجي هنا عند الموفمنت تعمل كي فريم وتطلع لقدام شويه وتبدا تحركهم لحد ما توصل مثلا رقم 17. طبعا ممكن تضيف كي فريم زياده وسطهم وتسبق مثلا كده بحيث ان هو يروح ويرجع. تعمل ايز وتخش على الجراف اديتور وترجعهم لورا. طبعا ممكن تدوس الت تبدا تبعدهم عن بعض شويه بالشكل ده. وطبعا عشان نخلي شكلها احسن ممكن نيجي هنا عند الشيب ده ونيجي هنا في الثانيه دي ننزل تحت وتعمل كي فريم على الشيب، وفي اللحظه اللي هتسرع كده ممكن تصغرها بالشكل ده. بعد كده ممكن تاخد هنا كوبي للكي فريم التاني وترجع هنا وتدوس بيست، بحيث دلوقتي اول ما تيجي تتحرك تبدا تصغر شويه وترجع تاني. تعلم عليهم وتدوس على F9 وتخش على الجراف اديتور وتعلم عليهم وترجعها لورا بالشكل ده. طبعا اخر حاجه عشان تتاكد ان كل حاجتك ماشيه صح هتيجي هنا عند رقم 10 هتلاقي هنا اختفت، ممكن ترجعها لورا بالشكل ده، بس انت بقى هتشيل منها الكي فريم. وطبعا اخر نقطه انت ممكن تعملها اللي انت هتعلم على الكي فريم دول اللي هم بيكبروا المين شيب، تخش على الجراف اديتور تدوس F9 وترجعها لورا وبس كده، واشوفكم على النتيجه.
واعتقد دلوقتي بعد ما شفت الشرح بيتهيألي وضحت لك الفكره وما عادتش صعبه زي الاول، بس اؤكد لك ان انت هتفهم الدنيا اكتر لما تشوف الفكره التانيه. وهسيبكم مع الشرح. طبعا في الانيميشن التاني احنا ممكن نسيب معانا الباك جراوند والمين شيب، وممكن طبعا نيجي هنا عند الباك جراوند ونغير لونه لحاجه تانيه، مثلا نخلي اخضر بالشكل ده، ممكن نغير اللون الازرق للون الاصفر وتدوس اوكي. طبعا ما تنساش ان الشيب ده محطوط له افكت دروب شادو، وطبعا احنا ممكن نشيل افكت الباونس من عليه مش هنحتاجه دلوقتي. وطبعا احنا ممكن نيجي هنا نضيف صوره للكورسور بالشكل ده. طبعا اي صوره او اي بلوجن هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكربشن. طبعا هنعلم عليه ونروح عند اللاير ستايل نقوم حاطين له جريدينت اوفرلاي، هنخش عند الجريدينت ونعمل له اديت، ومثلا هنخلي لونه بالشكل ده وده الكود بتاعه وتدوس اوكي. بعد كده هتدوس تاني كليك يمين وتخش على اللاير ستايل وتضيف له دروب شادو، وبلاش تضيفها من الافكت اللي هو تروح عند الافكتات وتكتب دروب شادو، الاحسن تجيبها من اللاير ستايل. بعد كده هنخش عند دروب شادو وهنعلي السايز حاجه بسيطه وتزود السبريد وتقلل الاوباسيتي بالشكل ده. بعد كده هتفتح السكيل تدوس حرف الاس وتصغره شويه. ودلوقتي انا عايز افهمك ايه اللي هيحصل. دلوقتي الكورسور دوت لما يجي يطلع هيسحبه من على الحافه بتاعته عشان تكبر. بعد كده هيظهر اللوجو بتاع ابل ماب، فعلشان نعمل كده هتفتح البوزيشن تدوس حرف البي وهتدوس على ستوب واتش تطلعه قدام شويه بالشكل ده وتبدا تنزله لتحت بره الكادر. بعد كده ممكن تدوس حرف الجي عشان تطلع البين تول وتسحبه بالمنظر ده. بعد كده هتفتح الروتيشن تدوس شيفت ار تعمل كي فريم وتشوف هيوصل للاخر فين، تظبط مكانه بالشكل ده. ممكن طبعا تظبطها حاجات بسيطة بالشكل ده. بعد كده هتيجي عند المين شيب وتكتب سايز وتعمل كي فريم وهتحط اللينك وتبدأ تكبره بالشكل ده. طبعا لما يكبر احنا عايزين الكورسور يمشي معاه، فانت هتعمل كي فريم هنا كمان بعدها بحاجة بسيطة وتروح هناك. بعد كده هتيجي تتعلم عليهم كلهم وتدوس F9. بعد كده انت ممكن تقرب الكفر من بعضه لحد ما يطلع معاك بالشكل ده. بعد كده هتيجي عند البين تول وهنرسم الطريق اللي هيمشي فيه بعد كده الكورسور. هتيجي تعلم بداية من هنا كده 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 لحد ما يوصل لهنا. طبعا انت هتعلم على الشيب هتشيل منه الفيل، وبعد كده هتيجي عند الكونتنت والشيب وتيجي عند الباص هتعلم عليها وتاخدها كوبي. بعد كده هتيجي هنا عند البوزيشن وتقف بعيد عنهم شويه وتعمل بيست، هتلاقي ان هو رسم لك الطريق بتاعها. بعد كده تبدا تلف بالروتيشن مع كل كي فريم. طبعا انت ممكن تعلم عليهم بالشكل ده، وعشان تشيل الايزي ايز من عليه انت ممكن تدوس كنترول تدوس على الكي فريم وكده تشال. وبعد كده بعد ما ظبطنا الكي فريم هتبدا تعمل زي ما بقول لك دلوقتي، هتعلم على دول بتوع الروتيشن وتيجي عند الكنترول دوس كليك عليهم هتلاقيها رجعت لاصلها زي ما كانت. بعد كده هتيجي هتعلم على دول الكي فريمين بتوع البوزيشن والروتيشن وهتدوس كنترول معهم تاني وتاكد ان اللي فوق زي اللي تحت، يعني ديت اصغر منهم. بعد كده علشان العلامتين الصغيرين دول يختفوا لازم تحركهم من مكانهم بالشكل ده. بعد كده هتعلم على الاربع كي فريمات دول وتيجي عند الكنترول وتدوس كليك شمال هتلاقي كده الحركه بقت ناعمه اكتر. طيب علشان بقى نظبط اكتر الموضوع هتيجي كده عند الشيفت وهتعلم دول ودول وهتدوس F9 وهتخش على الجراف اديتور. هتيجي هنا هتزق اخر كيفريم كده لورا شويه ودول برضو بنفس الطريقه، وهتبدا تقرب الكيفريمات من بعضها بالشكل ده، ودي هتبقى النتيجه بتاعتها. بعد كده انت خلاص مش محتاج الشيب ده تاني فهتمسحه، وهتيجي بقى تنزل اللوجو بتاع ابل ماب. هتعلم على السكيل وتصغره بالشكل ده لحد ما يبقى قده بالظبط. بعد كده هتيجي عند تراك ميت وتخلي عند المين شيب وتظهره تاني. وطبعا ما تنساش احنا عايزين نعمل ايه، هتيجي هنا تظبط مكان الكورسور بالشكل ده. بعد كده هتيجي هنا عند الابل ماب تدوس حرف التي عشان تطلع الاوباسيتي وتدوس على الكيف فريم تطلعه قدام وتخليها على صفر. تعلم عليهم تعمل ايزي ايز وترجعها لورا. بعد كده نفس الكلام هتيجي هنا عند الكورسور وتدوس برضو حرف التي وتدوس على الاوباسيتي تدوس حرف اليو عشان تطلع الكيفمات كلها وتطلع قدام وتخليها على صفر وهنسيبها كده. بعد كده احنا ممكن نضيف تفاصيل احسن، زي ان انت ممكن تروح عند الاليبس تول وترسم دايره زي دي زي كده بالظبط، وهتجيب الفيل تعلم عليها وتاخد نفس اللون وتدوس اوكي. وانت ممكن طبعا تفتح هنا السايز تظبطها على نفس المقاس بالظبط. هتنزل الكورسور تحتيه وهنسميها سيركل واحد. طبعا نعلم عليها ونفتح السايز تاني وتعمل كي فريم هتطلعها قدام حاجه بسيطه وتخلي السايز على صفر. تعلم عليهم وتخلي بروبرتي على سيلكتد وتدوس على باونس. وبعد كده هتيجي هنا عند السيركل تدوس كنترول شيفت دي وهتشيل منها طبعا الكي فريم بتاع السايز وهتطلعها فوقيهم بالظبط. وطبعا خلاص كده الكورسور احنا مش عايزينه تدوس كنترول شيفت دي ونمسح. بعد كده هنيجي هنا تدوس على حرف التي عشان تطلع الاوباسيتي تعمل كي فريم تطلعه قدام وتخليه على صفر. واهم حاجه دلوقتي عشان تنفعنا بعدين لازم تكون مسنتر الانكر بوينت بتاع السيركل وهتعرف ليه بعدين. ودلوقتي طبعا هتيجي هنا عند البين تول وهترسم شيب بالشكل ده.
طبعا انت ممكن تظبط شكله شويه لحد ما يطلع معاك بالشكل ده. بعد كده هتضيف له جراديانت اوفرلاي، تخش على الايديت وهتخلي اللون الابيض نفس اللون بتاع الدايره، وهتيجي بعد كده عند الفيل وتخليها جراديانت بالشكل ده. بعد كده هتخلي الستارت والاند بالشكل ده، ممكن طبعا تظبط مكانها وتنزلها تحت السيركل. بعد كده هقول لك تريكايه حلوه كده، انت ممكن تخش على الفيل، طبعا اللون ده بتاعه مظبوط، وهتيجي هنا عند الاسود هتخليه نفس اللون، بس انت هتيجي هنا عند الاوباسيتي وتخليه على صفر بالشكل ده. طبعا انت ممكن تقرب شويه كده تدوس اوكي. بعد كده طبعا ممكن تظبط مكان وجودها بالشكل ده، وهتيجي برضو عند الاوباسيتي بتاعها تدوس على الكي فريم، بس هي هتطلع بعد ما تكون الدايره بتاعتها ظهرت، فممكن نخليها كده بالبدايه من هنا لنهايتها، وتخلي الكي فريم الاولاني على صفر. طيب دلوقتي دي ممكن نسميها لايت او بلو لايت. وبعد كده انا عندي مثلا اخدت الصوره من جوجل ماب عندي بالشكل ده، طبعا احنا ممكن نكبرها بالشكل ده ونعمل عليها تراك ميت على المين شيب. بعد كده هيبقى برضو نفس الكلام، هتدوس على حرف التي عشان تطلع اوباسيتي، ونفس الكلام الكيف من الاولانيه 100% واللي وراها تبقى صفر، وهتنزلها تحت الاتنين. ودلوقتي هنيجي هنا عند المين شيب وتعمل كي فريم عند السايز وهتكبرها بالشكل ده. طبعا انت ممكن تشيل لينك من عند السايز عشان تظبطها اكتر، تعمل كده. وعايزك بقى تخلي الدايره بتاعه اللوكيشن دي تبقى على اي شارع منهم مش مهم. مثلا انا هجرب وهناخدها كده، نيجي عند السكرين ونكبرها بالشكل ده، ونفتح معاها البوزيشن وتظبط معاها الروتيشن. طبعا مع كل حركه اتاكد انت مسنتر انكر بوينت عشان ما تتلخبطش في الروتيشن. ودلوقتي هنعمل للبلو لايت لينك مع السيركل، وانا اقول لك تاني اتاكد ان انت مسنتر انكر بوينت. هنعلم على الكي فريم دول وتشيل منهم الايزي ايز، تدوس كنترول وكليك شمال. بعد كده هتعلم عليهم وتحط على الباونس. طبعا احنا ممكن نفتح هنا الروتيشن تخلي الدايره دي تلف يمين وشمال، نطلع قدام شويه نخليها تلف يمين، بعد كده قدام اكتر وتخليها تلف شمال. بعد كده ممكن تاخد كوبي الكيف من الاولانيه خالص وترجعها قدام. ممكن تعلم عليهم وتدوس الت وتوسع ما بينهم كده، تعلم عليهم وتعمل ايزي ايز. وبعد كده هتعلم على البوزيشن، وبعد كده هتيجي عند السكرين تفتح السكيل والبوزيشن مع بعض، تعمل لهم كي فريم، تطلع قدام شويه وتحاول تعمل زوم لبره بالشكل ده وتظبط مكانها معاه. وبرضه نفس الكلام هتيجي هنا عند السيركل هتفتح نفس الكلام السكيل والبوزيشن وهتظبط الدايره على اساس الشارع. وبس كده انت ممكن تعلم عليهم هما الاثنين، تعمل لهم ايزي ايز وتخش على الجراف اديتور وترجعهم لورا. طبعا انت ممكن تطلع الكي فريم كده لقدام شويه وتدوس على النيو وتعمل نول اوبجكت وهنسميها موفمنت 2. طيب ديت عملناها ليه؟ علشان ديت اللي هتمشي الدايره بتاعتنا، فانت هتربط السيركل بالموفمنت. هتيجي عند البوزيشن تعمل كي فريم وتروح لقدام بالشكل ده وهنمشيها مثلا قدام كده شويه. وبعد كده انت ممكن تعمل نهايه كويسه ان انت تيجي تعلم عليهم كلهم 1 2 3 وتفتح الاوباسيتي وتعمل لهم كي فريم جديده وتبدا بقى ايه تخفيهم خالص. تاكد برضو انت تظبط كله، او انت الاحسن ممكن تشيلها خالص او ما اختفت. وبعد كده هتيجي هنا عند المين شيب تعمل كي فريم اخيره وتديها هناك وتصغرها بقى بالشكل ده. ونيجي بقى نختمها باي حاجه، مثلا هنحط اللوجو ده. وعايز اقول لك اللوجو ده هتاخده لما تعمل لي اشتراك في القناه. هتيجي هنا عند السكيل تصغره شويه وهنعمل له مثلا حركتين كده صغيرين، هتعمل له تراك ميت على المين شيب برضو. نيجي هنا عند البوزيشن والروتيشن تعمل لهم كي فريم، بدايتهم هتبقى من هنا وهتيجي كده وتعلم عليهم وتدوس على باونس. وبعد كده ممكن نرجعها تاني، تعمل كي فريم تانية تعلم على كي فريم الاولانيه خالص وترجعها. وطبعا ممكن تدوس كنترول شيفت دي عشان نخليها تطلع من تحت لفوق كستايلايزيشن بقى وكده. تمسح طبعا الكي فريم اللي فات وتعلم عليهم، تخلي بدايتها من تحت، مش محتاج الروتيشن، انت هتحتاج السكيل تعلم عليها وتيجي هنا فوق وتطلعها وتعمل كي فريم تانية وتخلي السكيل في الاول على صفر. وبس كده. بعد كل الشغل ده اشوفك مع النتيجه النهائيه ليه. وبما انك وصلت لهنا اكتب تحت في التعليقات يو اي ستايل، ولو عندك فكره مميزه بخصوص الفيديو الجاي يا ريت تكتبها. وصح برضو نسيت اقول لك، لو انت اول مره تشوف الفيديو ده فانا عايز اقول لك ان انت فايتك حلقات كتيره ممكن تنقل مستواك لواحد تاني، فالاحسن تتفرج عليها. ويلا اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.